هل سألت نفسك في يوم إيه هي خطتك في الحياة؟ طيب هل أنت فعلا عايش حياتك بناء على خطة أنت عاملها لنفسك ولا سايب حياتك ماشية كده بالبركة؟ أقول لك على حاجة، اركن الأسئلة دي على جنب وتعالى نشوف الفيديو ونعرف إيه هي النظرية باختصار. تعالى كده ناخد المثال البسيط ده مع بعض. أنت تعرف طبعا إن الطيارة لما بتسافر لأي بلد بتطير وفقا لخطة عمل بتبقى معمولة ليها قبل ما تطير، وجدول دقيق بيحدد ميعاد إقلاعها، وهتطير من أنهي مطار ومن أنهي مدرج، وميعاد هبوطها، وهتهبط في أنهي مطار وفي أنهي مدرج برضه. وعشان عملية التشغيل دي كلها بتمشي وفق جدول دقيق وخطة عمل متفق عليها، فغالبا بتوصل للموقع المحدد والمستهدف في الوقت المحدد بنسبة تتجاوز 95%. لكن تعالى كده نتخيل، مجرد تخيل، إن الكابتن الطيار المسؤول عن قيادة الطيارة دي طلع على الطيارة من غير ما يعرف هو رايح أنهي بلد أو هينزل بالطيارة في أنهي مطار. تخيل كده إنه لما يتصل ببرج المراقبة ما يلاقيش حد بيرد عليه، أو إنه يكتشف إن مفيش رحلة مجدولة تخص الطيارة دي. تفتكر إنه في الحالة دي هيوافق إنه يطير بالطيارة؟ هل هيوافق يروح مكان ما يعرفوش ومحدش اداله إذن إنه يروح المكان ده؟ طيب في حالة إنه وافق وطار بالطيارة دي، تفتكر هيفضل طاير قد إيه؟ وهل الطيارة دي هتكمل مشوارها ولا هتعطل؟ طيب تفتكر هيقدر يوصل لنقطة الهبوط اللي طار منها؟ لو قعدنا نتخيل الكوارث اللي ممكن تحصل نتيجة تصرف زي ده مش هنقدر نحصرها. والإنسان بدوره زي الطيارة بالظبط، لو امتلك خطة مسبقة هيوصل وبنسبة كبيرة للمكان اللي عايزه، ولو ما عندوش خطة واضحة هيفضل ثابت على الأرض وهو في منتهى الحيرة. ولو طار هيهدر طاقة كبيرة جدا ووقت أكتر، ويمكن يقع أو يرجع ينزل تاني في نفس النقطة اللي طار منها. وهو ده الفرق بين الإنسان الناجح والإنسان الفاشل في الحياة. الإنسان الناجح بيبقى عنده خطة مسبقة، خطة واضحة للمكان اللي هو عايز يروحه في المستقبل، وبالتالي هيعرف ينزل في النقطة اللي محددها بنسبة كبيرة. وفي الغالب معظم الناس ما عندهمش خطط عمل مسبقة للي عايزينه أو للي بيتمنوه في المستقبل، فطبيعي جدا إنهم ما يوصلوش لأي مكان. لو بصينا حوالينا هنلاقي ناس كتير بيبقوا على قدر كبير من الذكاء والنشاط والتعليم، وبالرغم من كل ده فاشلين في حياتهم. والسبب بمنتهى البساطة إنهم مش عارفين هم رايحين فين وأهدافهم إيه، ومش عارفين إزاي يقدروا يعملوا ده. ولو سألت أي واحد منهم عن هدفه في الحياة هيجاوبك بإجابات مطاطية، إجابات بتوضح حالة التوهان والتردد والضياع اللي عايش فيه. لكن لو بصينا على العظماء والناجحين هنلاقيهم كان عندهم أهداف واضحة من البداية للنجاح اللي عايزين يوصلوا له. وفي الحقيقة ضياع الهدف في سن مبكر هو المسؤول الأول عن الفشل وعدم تحقيق الإنسان لأحلامه وطموحاته. والأمر هنا مش متعلق بالكسل أو النوم أو التقاعس، لكن متعلق بالسير في الاتجاه الخطأ والدوران في حلقة مفرغة. وهو ده السبب اللي بيخلي كل الطرق تنتهي للا شيء. في فرق كبير قوي يا جماعة بين إننا نحط خطة عمل وإننا نحط أمنيات ورغبات كل الناس بتتمناها وعايزاها وبتشترك في حبها. فلما مثلا تيجي تسأل أي شاب أنت عايز تعمل إيه في حياتك، هتلاقيه بيجاوبك بكلام فضفاض، زي مثلا إنه يقولك أنا عايز أبقى معايا فلوس كتير، أو أبقى غني، أو أنا عايز أعيش في سعادة، أو أنا عايز أنجح في حياتي. كلها أمنيات فضفاضة الكل عايزها والكل بيحبها، لكن ما ينفعش أبدا نصنفها على إنها خطة عمل. خطة العمل الحقيقية لازم تكون مرتبطة بجدول زمني وخطوات فعلية ووسائل تنفيذ توصلنا لتحقيق الأمنيات دي، الفلوس والسعادة والنجاح. وبالمناسبة خطة العمل ما بتضمنش الوصول بنسبة دقيقة زي نسبة وصول الطيارات، لكن برضه هي أفضل بكتير من عدم وجودها، وبالتالي هيبقى الفشل مضمون بنسبة 100%. كل ما كانت خطة العمل بتاعتك دقيقة وجيدة كل ما ارتفعت نسبة وصولك للموقع المحدد في الزمن المحدد، وكل ما كانت ضعيفة وسيئة كل ما هتتأخر عن ميعادك واحتمال توصل لموقع تاني خالص غير اللي انت عايزه.
وعلى فكرة، مش كفاية إنك يبقى عندك هدف واضح وخطة عمل مرنة، لأ، أنت لازم برضه يبقى عندك الشجاعة والجراءة والصبر على تنفيذ الهدف ده. الناس الناجحة في حياتهم هتلاقيهم هم اللي بيصنعوا الفرص بتاعتهم بإيديهم، زي مثلا إنهم يأسسوا مشاريع صغيرة وأعمال خاصة بيهم. لكن الناس الفاشلة هتلاقيهم مستسلمين لمصيرهم، وعندهم اعتقاد إن غيرهم هو اللي بيتحكم في مسيرة حياتهم. اعتقاد زي ده هيخليهم دايما منتظرين لأي عروض وظيفية واجتماعية تجيلهم من الخارج، من غير ما يفكروا حتى إنهم يبدأوا بأي مشروع صغير. والأسوأ بقى من الاستسلام وانتظار الفرصة، إنك تلاقي شخص ضعيف القدرات وحاطط لنفسه أهداف ضخمة وغير واقعية، ما بتتناسبش أبدا مع مواهبه وإمكانياته. وبدل ما يطلع السلم درجة درجة، لأ، بيفضل في حالة حلم مستمر إنه ينط من غير أي مقدمات لأعلى درجة في السلم. ولما بيكتشف بعد فترة إنه لسه مازال عند أول درجة من السلم، بيصاب باليأس والإحباط. الناس الفاشلة دايما بيركزوا على المشاكل والعقبات اللي بتقف في طريقهم، وده بيخليهم ممكن يتراجعوا عن استكمال مسيرتهم. في حين إن الناس الناجحة هتلاقيهم مركزين على أهدافهم دايما، وتلاقيهم رافعين راسهم ناحية هدفهم بغض النظر عن عدد المرات اللي بيقعوا فيها. المسألة دي مهمة جدا، لأن التركيز على الهدف الكبير هيخلي العقبات دي بسيطة وتافهة. الناس الناجحة بتلاقيهم دايما بيبدأوا في سن مبكر نسبيا، لكن الناس الفاشلة هتلاقيهم دايما في مماطلة وتسويف لحد ما يتفاجئوا إنهم بقوا في سن الشيخوخة. لحد هنا وحلو قوي. اركن بقى كل الكلام ده على جنب يا صديقي، وتعالى أقولك على النظرية باختصار. لو انت مش عارف انت رايح فين، فكل الطرق اللي هتمشي فيها هتوصلك للا شيء. سر النجاح يا صاحبي بيكمن في حاجتين مهمين قوي، وهما وضوح هدفك، يعني انت عايز ايه ورايح فين، والمرونة في التنفيذ، يعني انك تفضل ماشي في طريقك وما تتعطلش لما تلاقي حاجة في طريقك. وخليك فاكر يا صاحبي ان الناس الفاشلة دايما بتنشغل بالمشاكل والعقبات، انما الناس الناجحة اللي انت واحد منهم دايما بينشغلوا بتحقيق هدفهم والوصول ليه. هي دي الحكاية، وهي دي النظرية باختصار. سلام عليكم.